طبعا الجنجويد الليله قالوا يمشوا اللبيض الهجانه ب 12 عربيه لامين لهم ملاقيط، مالين لهم ملاقيط ومعاهم النقيب خلوا وقالوا يمشوا. وين انت ماشي وين؟ ما هم كنت سكران ومحشش يا اخي؟ لما تمشي للهجانه يا اخي معقوله؟ يا اخي حميدتي ب 680 عربيه ما قدر دخل القياده، 680 عربيه ما قدر عمل في القياده حاجه ولا فيهم حاجه. تجي انت سايق لك 12 وسايق لك 16 سكران و25 ملقوط و42 محشش و43 ما تامين رجال، دار تمشي بون الهجانه؟ هجانه وين؟ هجانه انجغامتك بدري. النغيب خلا، النغيب خلا حامد الحبيب المشهور ببقصة، لا بقصناك بقصناك بقصناك، خلا بقصناك 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 بقصناك. استلمنا منهم عربات ما معروفات 7 8 ودمرنا الباقي، وجغم كثير جدا جدا اغلبيتهم دنيا زايله. والهجانه كالعاده تطلع وتجي داخله، والانتصارات والزغاريت في الشوارع، ودي بقت عاده. التحيه ليه اللواء فيصل، بامانه بامانه مما بدت الحرب والله العظيم مفرحنا ومفرح كل السودان. شغل مقفل ولا كلمه ولا كلمه، له التحيه وله الاحترام والله. شغل ولا فيه كلمه ولا فيه حاجه، هجانا شغل مزاج المزاج. طلعوا القائد بس بينتظر بعد شويه يجوا فرحانين ورافعين وسايقين يطلع يستقبلون، عارف ناس واثق فيهم، لا كبكبه ولا خوف ولا تعالوا ولا ارجعوا ولا عارف، بيمشوا بدوسوا وبيجوا راجعين، بيمشوا بدوسوا وبيجوا راجعين. اصله ما عندهم لف ودوران ولا بهزروا، لا تعالوا وارجعوا ولا تعالوا ولا. طلعوا بعد شويه هو بيطلع يستقبل ناسه جايين ومنتصرين، لانه عارفون واثق فيهم. الهجانه بريش اساس الجيش. كلام انتهى، كلام انتهى. الضربه الثانيه اللي كانت كبيره كانت في سنجة، كميه بتاعت عربات اتجمعت وكانت مرصوده، وبعد ما خلاص دايره تتحرك انجغمت كميه كبيره منهم، من ضمنهم اللواء خلا سمحون ده ما حقنا، سمحون ده بتاع الجماعه. انت جدك ديفيد شارلي سمحون جنجويد وكمان معاكم قله ده بسامي جايبينها لنا من برا، دي ما سامينا ما حقتنا. سمحون ده ما حقنا، سمحون ده معروف حق وين. سمحونك انجغم وسمحونك انجغم وسمحونك انجغم. اللي هو سمحون دنيا زايلي وزايد سمحون او زايد ديفيدا وزايد شارليها. شوف شغلتك اقضاها. كميه كبيره جدا جدا منهم انجغمت في الضربه بتاع السنجان، كميه بتاعت عربات قتاليه جاهزه، كميه بتاعت عربات قتاليه جاهزه بعتاده بجنوده بنا، كلها دنيا زايلي، دنيا زايلي. خلاص في شنو؟ ما في اي حاجه، كله زي ده، كله زي ده. وشفنا اللايف الفيديو بتاع ناس فرحات ود العمده والغايد بهناك، قال لكم يومين ايام ونسلمكم جبل مويه. وانا قلت لك جبل مويه الدندير سنجا كله بساعه زمن. يعني يطلع يقول لك استلمنا جبل مويه، بعد ساعه يقول لك استلمنا سنجا، بعد ساعه يقول لك استلمنا الدندير، بعد كده. ليه؟ لانه الناس ديل خلاص، الناس ديل ما في حاجه بتخليهم يبقوا موجودين معانا، لا مجتمع دولي لا متحده ولا يحزنون. الناس ديل بالنسبه لنا دنيا زايله، شاء من شاء ابى من ابى، الناس ديل دنيا زايله. الشعب السوداني مبسوط وحيكون مبسوط وحيكون سعيد. الايام الجايه، الايام الجايه مختلفه، الايام الجايه مختلفه عديل، مختلفة عديل. شفنا الخلية الموجودة قبضوها اتجاه القضارف، قبضوا لهم خلية اتجاه القضارف 16 ولا 30 ما معروفين، فيه النغيب خلا قبضوهم. وشفنا المليص رجع المليص ثاني، زول ملص طوالي هناك في قبضوه، طوالي ملص. الايام دي جاية ايام سوداء،
جاية ايام سودة ظلمة، ظلم عديل. شفت الجوه جوه والبرة برا، مزولتي جوه جوه والبرة برا. لا بحلك مجتمع دولي، ولا بحلك قحاطي، ولا بحلك العالم. بحلك حاجة واحدة، ترمي سلاحك تسلم نفسك. عندك كلام غير الكلام ده، عندك قول غير قولنا قولوا، واحنا قلنا قولنا، ده قولنا. عندك قول تاني، احرس الميدان، احرس الميدان. كلام واضح، ما واثقين في جيشنا ومتاكدين وعارفين وبنسبة 1000% انه باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، باذن الله تعالى ملقوط ما يطلع. ملقوط واحد منكم ما يطلع. شفتوا ملقوط واحد كده يطلع؟ ما في. يطلع منكم ملقوط؟ ما في نهائي، ما في. القصة منتهية. هو وين؟ يقول لك وين عمارة التضامن دنيا زايلي؟ يقول لك وين؟ يا تو محل ويا تو شارع. يوصفوا وين؟ وين يوصفوا لكم وين عشان نقدر نحدد؟ الدقة اللي دقيتوا ال10 يوم ال 12 يوم اللي فاتت دي دق، سبحان الله ما خلى فيكم نفخ النار، خلاكم ما عارفين تمشوا وين. اتحركتوا كلكم من اتجاه جنوب الجزيرة، جيتوا جاي شمال الجزيرة. جايكم في شمال الجزيرة ضرب، اسمع الكلام، ما تجي شمال الجزيرة تدسها. جايك ضرب في اي مكان، اي مكان انت فيه جايك. يعني ما تطلع من مدني عشان مدني فيها ضرب والحصحيصة، والله اي مكان تمشي انت مجغوم، دنيا زايلي. انتوا قاعدين جوا بيوتنا، منو اللي بيجي يشرع لك بيتي تقعد فيه ويجيب لك هو من برا عشان تحميك في بيتي؟ يحموه من منو؟ هم دول قاعد معك. الناس داير حمايه منك انت. الناس اللي كانوا هناك كلهم مشوا طلعوا قاعدين مع الجيش. القاعد معاك اهلك، ناسك الجايبوا معاك الملاقيط، دي ناسك. انت داير تجيب بحثه وممية عشان تحميك مننا نحن؟ ما بتحميك. والله طالما قاعد في بيوتنا ما في قانون في السماوات ولا في الارض يحميك مننا. انت ما قاعد في بيتي، انت ما قاعد جوا بيتي، صح ولا ما صح؟ ده ما بيتي، بيتي. المقعدك شنو؟ يعني لو متحدة حتكتب في القرار شنو؟ دايرين نحميهم ليه؟ ما بلغوا؟ صغار سنغنق مالون يحمون ليه؟ ما هون عملوا فيها رجال، ما عملوا فيها رجال ودايرين يستلموا البلد، ما عملوا فيها رجال ودايرين يستلموا بلدنا حقتنا ملكنا، دايرين يستلموها ملاقط من غرب افريقيا ومن وين؟ الان البكل عليكم شنو؟ قصه انتهت. ده ركوب راس كده بس الشعب السوداني. الحرب تنتهي في الميدان، تنتهي في الميدان. الحرب الوحيده في العالم، شفت لو حروب العالم ده كله انتهت بمفاوضات الا حربنا دي. حربنا دي الوحيده اللي حتنتهي في الميدان، لانه لو ما انتهت في الميدان يبقى دولتنا ضاعت وراحت. عارفين؟ الا في الميدان، وننتهي منك في الميدان. وكل مكان تكون جاري فيه وحتجر وحتملص وحتصيد. مواثقين احنا في جيشنا وجنودنا، وكل زول جاهز والله له سنه وحاجه. والله بيبكوا عشان يطلعوا يلاقوكم، لكن القياده عندها وجهه نظر، وكان في حاجات لازم تتم، واحنا قبلنا الترتيبات وعرفنا الحاصل شنو، والحاجات دي مبرره. يعني ما حاجه انا بقدر انتقدها ولا بقدر اقول لك والله والله. في حاجات هم صلحوها غلطوا، ما في، ما احنا ما ملائكه، احنا ما لا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون، لا احنا بشر بنغلط وبنصحح. والبلد دي كانت مفتوحه لكل الاحتمالات. حميدتي ده كان قاعد اشترى ناس كثيرين، ما في زول ما اشترى. اشترى الدكتور واشترى المعلم واشترى الشرطي واشترى الضابط واشترى الجيش واشترى اي زول. حميدتي اشترى اي زول رخيص اشترى. بلد كانت كده ما معروف الصالح والطالح منه، ما معروف المعانا وضدنا منه، ما معروف المع حميدتي، ما معروفين كانوا منه. فتفاجأنا بناس كنا قايلينهم معانا لقيناهم ضدنا، اتفاجأنا بالجار اللي كان معانا وبيجينا وبياكل عندنا لقينا ضدنا، اتفاجأنا بقريبنا دمنا ولحمنا كنا فاكرينه معانا وسوداني لقينا ضدنا، اتفاجأنا بمعلمنا اللي كان بيدرسنا في المدرسة اللي كان بيعلمنا الاخلاق والشرف والوطن والعرض لقينا جنجويد، اتفاجأنا بمدير المدرسة لقينا جنجويد وعامل لي ارتكاز في الفتحاب، قاعد عامل ارتكاز كبير اسمه بشاره، كان مدير بتاع مدرسه تحت الصدى، مدير بيعلم الناس الاخلاق وبيعلمهم ومدير مدرسه،
جايب له طلبه معاه وعامل ارتكاز وبيقلع من الناس حقها. اتفاجأنا بحاجات كتير، اتفاجأنا بحاجات كتير. الحاجة اللي لسه نحن فيها الآن احنا شبه نضاف، مش نضاف، شبه نضاف. الآن احنا ماشي شبه نضاف، وجيشنا بكامل قوته، والعظم بتاع الدولة قاعد، وحكومتنا عملت ما شاء الله علاقات خارجية كويسة، وعملت انفتاح دولي، ورتبت العلاقات الخارجية والأولويات حقتها تطور كبير جدا وتطور نوعي. يعني ما لسه نحن بخيرنا وجيشنا بخير، ووحداتنا العسكرية كلها ثابتة، وجيشنا زاد، وتعويضاتنا زاد، وسلاحنا النوعي زاد، وطيراننا زاد، والقيامة قايمة عليكم، والقيامة جاياكم. لك التحية بسيوني، وكلامك جميل جدا، وكل التحية للجيش في حجانا. ناس ديل يا اخوانا ما بعرفوا تحنيس لسي بعملوا في باقي مناطق ديلك، بمشوا بجقوا جنجويد ديل ويشونوا ويجوا جارين عربات بتاع الملاقيت ديل، وكالعادة مواتم بتاع اللبيت يكون جاهز في استقبالهم بالزخاريج. فلكم كل التحية، كل التحية لجيش سنار. وزي ما قلنا انه انتوا نجاح حقكم مربوط باسترجاع جبل مويا وسنجا والدندر وسوكي. دي المناطق انتوا كنتوا سبب في سقوطه، لازم يرجع من غير ما في اي حال تاني. دي حقيقة والله، المؤامرة جت كبيرة على السودان. تحالف الدول عريض عشان يشيل السودان، وما في زول في الدنيا يسمح لمرتزق انه يكون قاعد في بيوتنا. والهرب ده زي ما قلت انه كشفتنا حاجات كتيرة جدا، وخسرنا حاجات لا يمكن ان تتعوض، لكن برضو كله لخير ان شاء الله. والقحاطة ديل هم سبب الحرب، لكن برضو قدموا خدمة. يعني حرب ده وفقا لمخاطر بتاع همتي كان يكون أسوأ إذا كان ما قامت حرب في وقت دي.